هل سمعت من قبل عن قرية اختفت بالكامل في ليلة واحدة؟ لا زال الناس يتحدثون عنها، يقولون إن الأرض أكلتها، وآخرون يقولون إن سكانها اختفوا دون أن يتركوا أي أثر. القرية التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها حتى اليوم. مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. تقول الأسطورة إن هذه القرية كانت تقع في أعماق جبال الأطلس، قرية صغيرة يعيش فيها عشرات العائلات بهدوء وسلام. حتى ليلة مظلمة سمع الناس صوتا غريبا قادما من الجبال، تبع ذلك اهتزاز خفيف في الأرض، ثم صمت تام. في الصباح لم يجد أحد القرية، كأنها لم تكن موجودة يوما. اختلفت الروايات. هنالك من قال إن انفجارا أرضيا ابتلع القرية بالكامل، وآخرون يؤمنون أن الأمر كان انتقاما من الجن بعد أن قام بعض القرويين بالحفر في مكان محرم. لكن أغرب ما في القصة أن الباحثين الذين زاروا المنطقة بعد سنوات أكدوا أنهم وجدوا آثار أساسات لبيوت تغطت بطبقة ترابية غير طبيعية. هل كانت كارثة طبيعية أم حدثا خارقا لا يمكن تفسيره؟ حتى اليوم ألا توجد أي وثيقة رسمية تذكر اسم هذه القرية، كأنها مسحت من السجلات ومن الذاكرة أيضا. ويبقى السؤال: هل كانت فعلا موجودة أم أن كل هذا مجرد قصة لتخويف الفضوليين؟ إذا كنت تعتقد أن هذه القصة حقيقية، اكتب رأيك في التعليقات واشترك في دارك سايد عربي، لأن القادم أكثر غموضا مما تتصور.